بص، لو جبت واحد مدمن حشيش وشابه مخدرات جاي يقول لك انا باذن الله هبطل المخدرات دي والشابه والايس والكلام ده اول ما اتجوز هبطل الكلام ده كله، انت هتقول عليه ايه؟ هل هو فعلا هيبطل لما يتجوز؟ وده ليه بقى؟ لان الاتنين مالهمش علاقه، انت متخلف، يعني علاقه الشابه والايس بالجواز. ده بالظبط نفس فكره الاباحيه دي عامله شبه لما واحد عطشان يروح يشرب من ميه مالحه، اكيد مش هيرتوي، اكيد هيعوز يشرب تاني وتالت ويفضل طول ما هو قاعد يشرب. وده ليه؟ بسبب ان الاباحيه عامله شبه دايره مغلقه كده، هشرحها لك كمان شويه. وده يفسر لك ليه ان معظم اللي بيتجوزوا وهم مدمنين اباحيه اصلا بيكملوا وبيفضلوا مدمنين اباحيه حتى بعد الجواز. وتيجي انت لما تسمع عن حد شبه كده تقعد تبص له بقرف كده وتقول ايه يا ابني ده انت خساره في امك النعمه يا اخي، مع ان هو الموضوع انت بس اللي ما انتش فاهم، لان انت لسه ما اتحطتش. ولما هتتحط هتكتشف ان فعلا الموضوع طلع كبير، وان الاباحيه دي ملهاش علاقه بالجواز، تكتشف ان الاثنين مالهمش علاقه ببعض اصلا. وده ليه؟ لان الجواز ده بيبقى حكايه كده في بعضها، مش موضوعنا دلوقتي نشرحها، بس المهم انها مميزات وعيوب وحاجات حلوه وحاجات وحشه كلك في بعض، انت بتستحملهم كلك في بعض، الحلو بالوحش. انما الاباحيه بتبقى الحلو فقط وبدون فلوس ولا مصاريف ولا مسؤوليه ولا بتاع، فدي موضوع تاني خالص والله ما لهم اي علاقه ببعض. ده لازم تبقى انت فاهم الموضوع ده من الاول كده. فترجع بقى الموال الواد بتاع الشابو، لازم يبطل شابو قبل ما يتجوز، لازم مع نفسه يتجوز بقى ما يتجوزش، يعترف ان ده ملوش علاقه بده. انما اجابه السؤال بتاعك، في العشر سنين ما بين دلوقتي لحد يوم ما تبقى هتتجوز خلاص، ايه المطلوب منك؟ تشتغل وتأدي بالطاقه اللي عندك دي، انك ما عليكش مسؤوليات، انك متجوز قبل الجواز اهوت في عز شبابك، تشتغل بس. المطلوب منك تعمله بس مذاكره بقى، شغل، تجيب فلوس، تطور من مهاراتك، لغه، ايا كان اللي يضمن لك انك تبقى في السلم الاعلى في الهرم الاجتماعي اللي احنا فيه. وزي ما سيدنا محمد ما قال، اللي ما يعرفش يتجوز عليه بالصيام. وده ليه بقى؟ نرجع بقى لحته الاباحيه. الصيام ده عباره عن ايه؟ عباره عن انك بتصبر لحد الاذان ما يدن فتفطر. ايه بقى المسؤول عن الصبر؟ وهو الجزء الامامي من المخ، الحته اللي العلماء بيقولوها والدكاتره بيطلعوا يقولوها في كل فيديو انت بتسمعه، يقول لك الاباحيه بتدمر الجزء الامامي، الفص الامامي من المخ. وايه بقى اللي بيقوي الفص الامامي ده؟ الصيام، اللي هو الصبر عامه. كل مدمنين الاباحيه كلهم بيبقى ما عندهمش صبر، حتى بتأدي لسرعه مش عارف ايه كده. فهي دايره كلها ببعضها. طب ماشي، الفص الامامي ده لما بيتدمر ويبقى ما عندكش صبر، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الفص الامامي ده مش متحكم في الصبر بس، متحكم في الصبر واتخاذ القرارات الصعبه. ما هو انت لما بتبقى صايم انت بتاخد قرار انك ما انتش واكل ولا شارب، ده قرار صعب اصلا، صعب، ده بيهدد حياتك. فلما الجزء الامامي من مخك ده بيبقى قوي جدا، في اللحظه دي انت بتبقى عارف ايه اللي هيفيدك وايه اللي هيضرك، وبتبقى عارف تعمل المطلوب منك، وبتبقى راجل. الاباحيه بقى بتدمر رجولتك دي تماما، وبتدمر حته انك تبقى مسؤول، تبقى شخص مسؤول، بتبقى عيل اهبل متهور ما عندكش صبر. يعني يا ريت بس الفكره توصل، ما تعرفش تعمل حاجه ممله دلوقتي هتجيب لك حاجه كويسه بعدين. وده اللي الاباحيه اتخلقت عشانه اصلا، انها تدمر الفص الامامي في المخ. بعيدا بقى عن موضوع تفريغ الشهوه والهجص الياما ده، احنا غلابه، احنا كلنا غلابه وفاهمين الموضوع ببساطه، يعني لان احنا غلابه، فمفكرنا يا دوبك وتسمع لك فيديوهين وتفرغ فيهم الطاقه المكبوته اللي عندك وخلاص. لا، ده موضوع كبير. الفكره من الفيديو ده كله انك تفهم ان الاباحيه وانك تروح تجري على الاباحيه ده ملوش علاقه بموضوع انك مش عارف تتجوز. الاتنين مالهمش علاقه، دي سكه ودي سكه. يلا سلام.